دي تايلاند، واللي أنت شايفه ده عمال محليين بيجهزوا المطاط الطبيعي. المطاط محصول مربح جدًا ومشهور هناك، بس يا ترى بيتعمل إزاي وبيكسب قد إيه؟ في صورته الأصلية المطاط بيكون سائل لونه أبيض بيتجمع من شجر المطاط. بعد ما يتجمع بيضيفوا عليه شوية مادة حمضية عشان يتجلى ويتماسك من غير ما يبوظوا التركيب بتاعه. بعد كده بيصبوه في قوالب عشان ياخد شكل، ويقسموه بألواح خشب. الكتل دي بيكون فيها هوا ومية، عشان كده بيضغطوها بماكينات عشان تبقى أكتر كثافة وأنعم. وأثناء ما بتنشف لونها بيصفر شوية بسبب الأكسدة، ولما تنشف تماما بيسموها هناك ورق المطاط. الورق ده هو المادة الأساسية اللي بتتعمل منها حاجات زي كاوتش العربيات وفرش العربية. بعد ما بيرصوه بيجي التجار يشتروا الورق ده من القرى، وفي قرى كتير جمع المطاط ده بيكون شغل عائلي بسيط. الشراء بيكون بالوزن والسعر بيتغير كل يوم. دلوقتي الكيلو بيتباع بحوالي 50 بات تايلاندي، يعني تقريبا $1.50. المطاط الطبيعي مش بس منتج عادي، ده عنصر أساسي في حياتنا اليومية. بيستخدم في صناعة كاوتش العربيات والجوانتيات والسدادات والأحذية، وكمان في آلاف المنتجات اللي بنستخدمها من غير ما نحس. بفضل مرونته ومقاومته العالية بقى مادة لا يمكن الاستغناء عنها في الصناعة. تفتكر المطاط ممكن يتبدل بمادة تانية في يوم من الأيام، ولا لسه ليه المكانة الخاصة اللي محدش يقدر ياخدها؟ اكتب لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.